مرحبا، اليوم رح أعمل فتوش بالمانجو. إذا عندكن مانجو حامضة شوي فيكن تعملوا فيها فتوش. هون عندي مانجو قطعتها صغير، بحطها بالجاط، بندورة، صغير، مكعبات صغيرة، وهون عندي فجل كمان راح اقطعه مكعبات صغيرة. راح احط خس كمان، عندي بعد خيارة وبصلة هحطهم كمان. وهيك بتكون سلطة جاهزة. مثل ما شايفين جربوها وخبروني بالكومنت إذا عجبتكم بالمانجا، بس بدها تكون حامضة المانجا. اليوم بدي أعمل كفتة بالخبز. حابة أعمل كفتة بالخبز، رح شارككم الوصفة. حطيت فليفلة، 2 فليفلة خضراء، بصلة صغيرة متوسطة الحجم يعني تقريبا. هلا رح نعمهم بهيدي المكسر، بس ما حنعمهم كتير، تخلوهم شوي خشنين، بس لأنه إذا قطعتوهم على إيدكم ما حيكونوا بنفس النعومة هيدي المكنة، مشان هيك هلا حنعمهم بهيدي. شفتوا هلا كيف صاروا؟ بعد بدي اياهم انعم شوي صغيرة بعد. هلا شوفوا هيدي النعومة تمام. هلا رح اخلطهم مع اللحمة المفرومة. هلا رح احط اللحمة المفرومة، نص كيلو عندي. رح اضيف عليها البصل والفليفلة يلي طحناهم. رح اضيف الملح، ملعقة صغيرة من الملح، وعندي 7 بهارات مشكلة كمان رح احط ملعقة صغيرة. هلا بخلطهم منيح بالايد حتى كله ينخلط مع بعضه، وبتركهم شو 10 دقايق لياخدوا الطعمة. بعدين ببلش مدهم على الخبز. هلا بلشت حضرت بفلق الخبز بهالشكل. تفتحوا الخبزة، خلوها هيك شوي معلقة. هلا بمد هون الكفته. هلا في منهم شفتها على الانترنت، اذا انتم شفتوها كمان، انه عم بحطوا هيدا الوجه على من برا، قال بتضلها مقرمشة. انا جربتها مرة فعلا ضلت مقرمشة. اذا بدكم فيكم تحطوها كمان. هلا بنجرب بوحدة او 2. فيكم تدهنوها شوية زيت او زبدة من برا، تشووها على المقلاية بشويها، تطلع كتير طيبة وهينة هيدي الأكلة يعني. هلا نسكر هيك، هيدي جاهزة. فيكم تجهزون تحطوهم بالبراد، بس يجوا الأولاد بتشوون على وهون عبدهن الخبزة بشوية زبدة. أنا بشويها على المقلاية. فيكم تدهنوها بالزبدة كمان
تعطيها كمان نكهة طيبة. وهيك بكون انتهيت من تحضير العشاء لليوم. بتمنى تكون عجبتكن هيدي الحلقة. Please like, share and subscribe. باي باي.